السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كده بخير. اتمنى كده اللي تشوفوا الفيديو للاخر. هنعمل فيه حاجات حلوة وهنتكلم في حاجات كتير. بقى انا بسجل لكم لان لقيت ان التسجيل لما وانا بتكلم وبصور الفيديو بيبقى صوتي مش واضح. طبعا هنا دخلت لقيت البوتاجاز بالمنظر اللي انتوا شايفينه، كان مدلوق عليه مغاد. عملت حلة مغاد. مفيش حد عندنا والد ولا حاجة يا جماعة، انا بحبه. فارت على البوتاجاز نفسي اتسدت منه، اقسم بالله اترمت. ده صدور بانيه، صدور فراخ، صدور بانيه، صدور فراخ. وهقطعها اعمل ستريبس بقى. ماشي، يعني كده ايه الشغل فاخر من الاخر يا جدعان. اتفرجوا كده وشوفوا كده ايه للاخر وقولوا لي، واللي كامل فيديو لحد هنا يكتب لي كومنت ان هو كامل فيديو لحد هنا. حطوا لي لايك واعملوا اشتراك يا جماعه. اتمنى ان شاء الله باذن الله الفيديوهات تعجبكم. بصوا بقى، دي الحاجات بتاعه الستريبس. الخلطه بتاعتها التتبيله توم باودر وزعتر وروزماري، دول انا بحطهم في اي فراخ واي لحوم، وسماق وفلفل اسود وكمون وبابريكا وكاري وخل وليمون وملح طبعا. وقلبت كله مع بعضه وحطيت عليه كمان نقطة دبس رمان، وحطيت عليه كاتشب، وحطيت عليه ايه تاني، بس كده. وقلبته بقى مع بعضه. ماشي، انا مش بعلمكم اصلا، انتم متعلمين وما شاء الله انتوا اشطر مني. بتفرج على فيديوهاتكم كلكم. ان شاء الله كده يا رب. كل فتح قناه ربنا يوفقها فيها وييسر الامور فيها يا رب. بعصر بقى الليمون. انا بحب اكتر الليمون على الحاجات دي، بتديها طعم حلو قوي. التتبيلات سواء فراخ او لحمه. هنا حطيت معلقه سمنه. هعمل رز ريزو. الوجبه بقى اللي العيال بيجيبوها من كنتاكي دي، وبقت دلوقتي ب 200 و200 وحاجه، اللي هي رز. انا عمري ما اكلتها بره. رز لا، اكلت قبل كده. اكلتها قبل كده في هايبر، في كنتاكي بتاع هايبر، قبل طبعا القصص اللي حاصله دلوقتي. ماشي. معلقه سمنه وزيت، وحطيت معلقه سكر اكرملهم. حلو الكلام. وبعد كده هنزل ببصلايه، وهنزل عليها بالتوابل بتاعتها، نفس التوابل اللي انا حطيتها على الصدور الفراخ. نفس الكلام تقريبا. وبابريكا، وحطيت بقى حطوا بابريكا يا جدعان، حلوه قوي، بتدي تسكيره كده للاكل ومش حراقه. نزلت بقى بالبصله وهكرملها. ايه رايكم بقى في اللي حصل يا جماعه على منصه اليوتيوب؟ انا شكلي قناتي دي هتبقى قناه مندوب. انا هتشلم اللي بيحصل على اليوتيوب. ربنا يسترها علينا يا رب، ويستر ولايانا ولايا المسلمين جميعا، ويهديهم ويصلح حالهم. كل واحده كده فاكره انها بتستظرف وهي مش عارفه هي بتعمل ايه. بيقولوا مصريه او مصري، فربنا يهدي. دي التوابل يا جدعان، برضو كيري وكركم وبابريكا وفلفل اسود وملح وكمون وذره قرفه واتنين او تلاتة ماجي. هي الاكله دي الريز ده عايز ماجي كتير. برضو هنزل بيهم وهقلب. بس بقى، فانتوا قولوا لي بقى، انتوا بتتابعوا قنوات ايه بتحبوها؟ بتحبوا قنوات ايه وبتتابعوا قنوات ايه عشان اتابع زيكم؟ انتوا عارفين انا بدات اتفرج على ايه؟ بقيت اجيب الفيسبوك واتفرج على الانيمال والحاجات دي، الحيوانات والبريه والحاجات دي والاسماك وصيد السمك. بحس اعصابي بتهدى. وطول ما الواحد قاعد يقول سبحان الله، ما شاء الله، تبارك الله، الله، في حاجات حلوه بصراحه. بقى الواحد ينام مرتاح نفسيا. نفسي بقى ابطل اسمع قصص رعب زي ما بطلت اسمع القنوات دي. ما بدخلهاش بصراحه غير ايه لو لقيت كده بس مباشر. والقنوات اللي بيبقى فيها شتايم وكده انا بتفرج عليها برضه بصراحه يعني. او كنت بقالي شويه بحاول ان انا اهدى شويه افرج عليهم. او ما يبداوا يشتموا بصراحه بخرج وبعدين ادخل تاني عشان افهم الفضول بقى بتاع البني ادمين. بنزل بقى بالرز على كل ده بعد ما نزلت بالميه على كل التوابل والبصله، واللون خرط كده والبصله خرطت اللون بتاعها والميه غليت. وبنزل بالرز بقى وبقلبه تقليبه حلوه، وبحط عليه دبس رمان، وبحط عليه هوت صوص. وممكن لو عندك كاتشب كمان تحطي. وبقلبه كده تقليبه حلوه، واول ما يبدا يتشرب بغطيه وبركنه على ايه، نار واطي. يكمل بقى كلامنا عشان الست دي بتخلينا نتوه.
اللي بتطبخ دي. المهم اللي هو انا عشان محدش، عشان في ناس دماغها تعبان يعني انت جايبه واحده تطبخ واحده ترغي؟ لا طبعا. ماشي. بس كده. اللي كمل معايا الفيديو لحد هنا يا جماعه يحط لايك، واللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. نفسي بجد الاقي متابعين ليا كده وبيكلموني صحاب يعني، مش شرط يا ستي عشان مشاهدات. ما تشاهديش الفيديو بس سيبيلي كومنت. انا ام الابطال، معايا 3 ولاد وبنوته، تمام، من القاهره. هنا الدقيق بقى، الخلطه اللي هطلع منها قطع الستريبس دي على الدقيق والميه، وبعد كده هتشوفوا، عشان انا نسيت الصراحه انا مش بعلم حد، انا بوريكم انا بعمل ايه في يومي وبرغي معاكم خلاص. ماشي، فما تعتبوش عليا كده. بقى ايه، بطلع الستريبس من الخلطه وبقلبه في الدقيق وبحطه في الميه تاني، وبعدين برجع تاني على الدقيق. حلو، بياخد كفر كده حلو يا جدعان، قوي قوي قوي، وهتشوفوا قرمشته عامله ازاي. والله اوفر من بره مليون مره. الحمد لله بفضل الله قادره ان انا اجيب لاولادي كل يوم من بره، بس بامانه الله حرام كتير قوي المصاريف بره. ممكن ربنا يرزق الناس كلها، وفي كل فتح باب رزق يا رب يرزقه من وسع، بس يعني في الغلا اللي احنا فيه ده لا. بدل ما هنجيب الوجبات دي كلها من بره، لا احنا ب8 وجبتين هنعمل اكل ل5 6. فاهمين وجهة نظر في ايه؟ بس فيا ربنا يا رب يوسع رزق الناس كلها يا رب، ويراضي الناس كلها. في قناة اسمها يومياتي على الله، اتمنى ان انتوا تعملوا لها اشتراك، واتمنى ان انتوا تشاهدوا لها الفيديوهات واحكموا بعدها. الست دي مجتهدة جدا وشاطرة جدا وحامل وعلى وش ولادة. يا رب يا رب حد يسمع الفيديو بتاعي دوت ويروح يعمل لها اشتراك ويفرحها. ماشي، انا بحبها بصراحة. ربنا يا رب ييسر لها الامر وتقوم بألف سلامة. كده ان انا نزلته في المية دي انا كنت حطاها في التلاجة تسقع شوية. على فكرة في الشتاء ما بحطهاش في التلاجة ولا حاجة، هي مية الحنفية بتبقى تلج اصلا. انما دي حطيت شوية مية في حاجة ستانلس وحطيتهم في التلاجة يسقعوا شوية. عايز تحطي تلج في المية حطي. بس هنا بجيب حلة صغيرة، طبعا لازم تبقى صغيرة لان الزيت بيبقى غزير، فعلشان نقتصد شوية يعني بدل ما نحط في طاسة قد الدنيا وتملاها زيت، لا هي حلة صغيرة ونقضي فيها الغرض. بس عشان بنحط زيت كتير، عشان الستريبس عايز زيت غزير. بس بنزل بقى بيه واحدة واحدة كده في الزيت. واللي يكمل معايا الفيديو لحد هنا يا جماعة يقول لي رأيه في القنوات وفي اللي بيحصل فيها، ولو عارف قناة كويسة الواحد يتابعها ويتسلى بيها. انا مش بتفرج على تلفزيون خالص، قنوات كويسة كده ومسلية ودمها خفيف في نفس الوقت، لاني ما اقدرش اتفرج على حد دمه تقيل. يحط كده اللينك بتاعها او يعمل لها شير، ما اعرفش، ممكن تقولوا لي اسمها في الكومنتات، وكمان قولوا لي انتوا بتتابعوني منين. تمام. بسيبها بقى ايه، على الاول بنزلها على نار عاليه تاخد كده الكفر بتاعها، وبعد كده بوطي وبغطي. هي حلوه، بوطي وبغطي بس هنا حطيت اللي انا طلعته وبعمل تاني، لان ما ينفعش ان انت تركبيهم على بعض عشان ما يحنوش على بعض وما يطروش. بتنزلي في الزيت على طول. بس كان في حته عظمه هنا ما شلتهاش، والله كسلت اشيلها، قلت والله اللي يجي ياكلها يشيلها او يعني. انت بتبص لي كده ليه؟ الواد ابني بيبص لي. تعبت قوي النهارده والله العظيم يا جماعه. ماشي، وبقلب زي ما قلت لكم كده من الخلطه للدقيق للميه للدقيق، وبعدين بروح ايه انزله في الزيت. بس ايه تاني، بصوا مكنه الخياطه الجميله دي، قولوا حد جابها قبل كده ولا لا، وعند مين فيكم. واللي يكمل معايا الفيديو برضو حد هنا يحط لايك، واللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك. وقولي لي ايه رايكم في الفيديوهات. اعملها من غير صوت خالص، اعملها لكم كتابه كده من غير صوت يبقى هدوء. انا بحب اتفرج على الفيديوهات دي برضه، اسمعوا القرمشه. بالله عليك لا تسمعوا القرمشه، يا لهوي. عبد الرحمن باي.